زي ما انتم شايفين هنا البنايات مستوحاه من طريقه الكوف اللي كانت عماره عاملاها في منطقه الكريك هاربر، ولكن هنا الفكره انه بيكون في بنت هاوسز فوق، وكمان الثري بيدرومز بتكون موجوده من الداخل، وعلى المناطق دي بتكون 4 وال5 بيدروم، ال1 وال2 بيدروم بتكون موجوده من الخارج. في النص هنا عندنا حمامات سباحه، عندنا فولي بول على البيتش، طبعا ده شاطئ خاص. الفيلا اللي انتم شايفينها دي، الفيلا اللي انتم شايفينها دي اسعارها كانت بتبدا من 18 مليون درهم. احنا هنا نقدر نجيب شقه غرفه وصاله بتبدا من 2.5 مليون درهم، وجارك اللي بالظبط تقدر تمشي له 10 15 دقيقه شاري فيلا ب 18 مليون درهم. دي اول مره تحصل ان كانت في فام جميره او فام جبل علي. فالاسعار دي تعتبر الاقل كشقه جوه نخله، سبيشالي نخله جبل علي اللي هي هندسيا معموله بشكل افضل بكتير من نخله الجميره. المساحات فيها اوسع، المداخل والمخارج ان كان من ناحيه الكريسنت اليمين او الكريسنت الشمال او من ناحيه الترنك، ودايركت مع الشيخ زايد. لو مهتم تعرف تفاصيل اكتر ممكن تكتب في التعليقات نخله جبل علي، واحنا نبعت لك كل التفاصيل في رساله.